هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 12 من مارس. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار. وضمن فقرات برنامجنا نقدم لكم قراءة لتعليق سياسي من العمود الأسبوعي عين راصدة. في الجزء الثاني يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجرته الأستاذة سهير كندفل مع المناضلة والفدائية رمانة صالح. قبل ذلك مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. صدور كتاب جديد حول صحافة المنفى الأفريقية يتناول واقع الصحافة في إريتريا. الحكومة الليبية الجديدة تحظى بثقة البرلمان. السودان والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون استثماري فوري. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيل من إذاعة إرنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. صدر عن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية كتاب يتناول تجربة الصحافة الأفريقية في المنفى بسبب الاستبداد السياسي تحت عنوان المطاردون الصحافة الأفريقية في المنفى. ويحكي الكتاب قصة 16 صحفيا من عدة دول أفريقية من ضمنها إريتريا، تحكي تجربة العمل الصحفي في بلدانهم وتجربة العمل الصحفي في المنفى. ويتناول فتحي عثمان في أحد فصول الكتاب والذي صدر باللغة الإنجليزية واقع الصحافة الإريترية في إريتريا في أكثر الدول مطاردة للصحفيين، مع تناوله لتجربته الشخصية في العمل الإعلامي داخل البلاد وتجربة إذاعة إرنا الدولية وفترة عملها المتميزة والتي وصلت إلى 10 سنوات من الخدمة الإعلامية الجادة في الخارج. ويتوفر الكتاب أيضا بنسخة إلكترونية على صفحة الإنترنت. صوت البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة والتي تحظى بدعم دولي واسع. وفي أول سابقة حصلت السيدة نجلاء المنقوش على منصب وزير الخارجية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها، وبهذا تكون السيدة نجلاء المنقوش الرابعة في العالم العربي تتولى هذا المنصب المهم بعد الموريتانية أنها بنت حمدي ولد مكناس، والتي أصبحت أول وزيرة خارجية عربية، والسيدة فاطمة فال بنت صوينع وهي أيضا من موريتانيا، والسيدة أسماء عبد الله من السودان، وكذلك السيدة مريم الصادق المهدي من السودان أيضا. واختيرت 4 نساء إلى جانب السيدة نجلاء المنقوش لشغل مناصب وزارية في الحكومة الليبية الجديدة والتي تضم 35 وزيرا ووزيرة. في ختام الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك للمملكة العربية السعودية، أطلق البلدان مبادرة تعاون استثماري فوري أوكل الجانبان فيها لكل من محافظ بنك السودان ومدير وكالة النقد السعودي بالعمل على تنفيذها فورا. ولم تكشف وسائل الإعلام عن تفاصيل هذه المبادرة الثنائية الاقتصادية المشتركة. وكان رئيس الوزراء السوداني قد قام بزيارة إلى السعودية ضمت وزراء الخارجية والمالية ومسؤولين آخرين في الحكومة. وتنوي الحكومة السودانية دعوة المستثمرين السعوديين للاستثمار في الصناعة وقطاع الخدمات لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تمر بها حاليا. هذه إذاعة إرنا. قدمت لكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نشرة للأخبار. هذه أبرز عناوينها. صدور كتاب جديد حول صحافة المنفى الأفريقية يتناول الصحافة في إريتريا. الحكومة الليبية الجديدة تحظى بثقة البرلمان. السودان والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون استثماري فوري. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة وشيقة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. نقدم لكم فيما يلي مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام قراءة من عمود عين راصدة الأسبوعي تحت عنوان
الرمال المتحركة للعلاقات والتحالفات السياسية في القرن الأفريقي. كتب فتحي عثمان: حالما يبدأ المراقب للشأن السياسي بالإمساك بخيط رفيع لعلاقة سياسية أو حلف سياسي بين دولة من دول القرن الأفريقي ودولة أخرى، أو حلف سياسي في طور التشكل، سرعان ما يتضح له أنه يطارد سرابا. إريتريا تمثل نموذجا جيدا بهذا الخصوص، فسياساتها الخارجية وفي ظل غياب بيروقراطية صناعة الدبلوماسية، أي مؤسسة وزارة الخارجية، تخطط وتنفذ بواسطة الرئيس وذراعه يماني جبرآب، وشكليا بواسطة وزير الخارجية عثمان صالح. هذه الخصوصية للسياسة الخارجية لإريتريا تجعلها رهينة المزاج المتقلب والتحولات السياسية المفاجئة، بحيث أنها تكون سياسة رد فعل أكثر منها سياسة مخططة بعيدة المدى. في أعقاب الحرب الطاحنة مع إثيوبيا عام 1998 إلى عام 2000 دخلت إريتريا في عزلة خانقة، حيث خسرت فعليا جميع جيرانها بما في ذلك اليمن عبر البحر. الحليف الوحيد الذي كان يزود إريتريا بالسلاح والمال والنفط كان هو العقيد الغذافي، والذي خلفه أمير قطر حمد بن خليفة في تحمل أعباء احتياجات إريتريا الأساسية. وأسهم الشيخ حمد بن خليفة في إعادة العلاقات الإريترية السودانية المقطوعة بعد أن ضخ في شرايينها حوافزا مالية ضخمة للطرفين مع وعود بمشاريع تنموية مغرية. بعد عام 2000 اتجهت إريتريا نحو طهران بعد تتويج العلاقة النامية بين البلدين بزيارة خاطفة للرئيس الإريتري إلى إيران. وعقب الزيارة تزايد النشاط الإيراني على الساحل الإريتري، مما دفع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى وضع العلاقات الإريترية السعودية في الثلاجة بعد اتهامات لإريتريا بتأجير قواعد لإيران استخدمت لدعم الحوثيين في اليمن. امتد الحلف الإيراني الإريتري، والذي كان سمته الوحيدة العداء السافر للولايات المتحدة، ليشمل فنزويلا تحت قيادة هوغو شافيز عدو الإمبريالية الأمريكية. والحقيقة أن علاقة إريتريا بفنزويلا لم تتجاوز الدعم الخجول في الأمم المتحدة وبث لبرامج وثائقية في التلفزيون الإريتري عن إنجازات شافيز في بلاده. وحالما بدأت الحرب في اليمن تخلت إريتريا عن إيران وانضمت إلى التحالف العربي ذو الموارد التي لا تنضب، واستغلت الأمارات العربية المتحدة القاعدة المؤجرة لها في عصب لشن غارات جوية ضد الحوثيين، واستخدمتها كذلك كمخازن للسلاح والعتاد وكمركز تدريب للشرطة اليمنية، إضافة إلى اعتقال متمردين يمنيين فيها. الرياح الأكثر عصفا بعلاقات إريتريا الدولية جاءت مع الربيع العربي، حيث خسرت حليفها الاستراتيجي الغذافي، وجدت نفسها في مواجهة غير مباشرة مع حليف آخر وهو الدوحة، حيث دعمت الدوحة الثوار الليبيين، بينما وقفت إريتريا إلى جانب حليفها القديم حتى رمغ الأخير ولو بشكل صامت. في نفس الفترة راقبت أسمرة وبحذر الأوضاع في القاهرة، ولم تبدي استيائها من قيام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي باستقبال وفد من الأخوان المسلمين الإريتريين في القصر الرئاسي. وحالما قاد الجيش انقلابا ضده كانت أسمرة من أوائل المهنئين والمؤيدين للانقلاب. وبعد نشوب الخلاف السعودي القطري رمت إريتريا علاقاتها بالدوحة وراء ظهرها، مما اضطر الدوحة إلى إنهاء وساطتها السلمية بين أسمرة وجيبوتي. وفي عام 2018 حملت الاضطرابات التي شهدتها إثيوبيا أبي أحمد إلى سدة السلطة، وسرعان ما شكل مع إيسياس أفورقي حلف جديد قرضه الأساسي التخلص من العدو اللدود وياني تيغراي، خاصة وأن قادتها كانوا قد أبدوا معارضة حادة لوصول رئيس الوزراء الجديد إلى السلطة في أديس أبابا. هذه إذاعة إرنا. وجلبت الحرب الأخيرة في شمال إثيوبيا تغيرات بطيئة لكنها حاسمة في علاقات دول القرن الأفريقي مع بعضها ومع الدول الأخرى. فإثيوبيا والتي ساهمت في الحل السياسي في السودان تجد نفسها اليوم في مواجهة مع الخرطوم،
ولا يقف الحليف الإريتري بعيدا عن اتهامات من جهة عليا في السودان بحشد قواته إلى جانب حليفه الإيثيوبي ضد السودان. في نفس الوقت الذي احتفظت فيه أسمرة مع علاقات وطيدة مع القاهرة، فإن الحليف الإيثيوبي يدخل في مواجهة متعددة الأصعدة معها، مما يهدد بانهيار تحالف أسمر القاهرة عاجلا أم آجلا مع تطورات الأوضاع في الحدود مع إثيوبيا وتعقد دبلوماسية سد النهضة. أما أنقرة فهي تحتفظ بعلاقات قوية مع أديس أبابا، ولها قاعدة عسكرية في الصومال الحليف الثالث لأديس أبابا وأسمرة، ولكن أسمرة لا تنظر بعين الارتياح للتواجد التركي في المنطقة، مع اتهامات سابقة لها ولقطر بمحاولة قلب النظام في أسمرة. تحمل زيارة الرئيس المصري إلى الخرطوم نذر تحولات في تضاريس العلاقات بين الدول الأحلاف الناتجة عنها، وهو أمر خبرت المنطقة رياحه وهبوبها خلال العقد الماضي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام إلى تعليق سياسي تحت عنوان الرمال المتحركة للعلاقات والتحالفات السياسية في القرن الأفريقي، وهو من العمود الأسبوعي عين الراصدة. هذه إذاعة إرينا. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات، وفيها نتابع الجزء الثاني الأخير من المقابلة التي أجرتها الأستاذة سهير قندفل مع المناضلة الأستاذة رمانة صالح بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي. نشرت المقابلة في موقع أدال 61 تعميما للفائدة. نعيد نشرها في إذاعة إرينا الدولية من باريس، فأهلا ومرحبا بكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، قالت المناضلة رمانة صالح في مقابلتها مع موقع أدال 61: أذكر أن العصيدة لم يكن يتوفر لها اللبن، فكانوا يتركوا قليلا من الدقيق ويضيف إليه الماء ثم يصبوها على العصيدة كأنه حليب، ثم نواصل السير. وأذكر مرة من كثرة المشي التصق إصبعي بالحذاء الباتة ولم أستطع إخراجه، مما اضطر الجنود إلى قطع الحذاء. ثم بعد فترة من التنقل وعدم الاستقرار أرسلت إلى القيادة عن طريق الشهيد عبد القادر رمضان، سألني ماذا أريد أن أفعل. كانت هناك فرص للمناضلات، فأجبتهم بأني أريد أن أدرس، فوافقوا وأرسلوني إلى كسلا. ذهبت إلى كسلا سيرا على الأقدام، ومعي مرافق كان يحمل كلاشنكوف وأنا أحمل قنبلة، وهو رجل طيب حافظ علي إلى أن وصلنا كسلا. نعم، هنا توقفنا سيداتي سادتي في حديث الأستاذة الثائرة رمانة صالح، ونكمل الآن ما تبقى من حديث في إذاعة إرينا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرينا. وتواصل المناضلة رمانة صالح حديثها فتقول: ومن مواقف هذه الرحلة عندما وصلنا قرية عد عمر، كانت هناك امرأة عند مدخل القرية، وكانت تقف مشدوهة وهي تنظر إلينا، وعندما اقتربنا وسلمنا عليها زادت دهشتها، فلأول مرة ترى امرأة جندية. قالت لي بالرطانة: ماذا تفعلين؟ المهم أكرمتني جدا وبتنا ليلتنا معها. موقف آخر في هذه الرحلة: بعدما واصلنا السير وجدنا أنفسنا في منطقة جبلية وبها وادي كبير، فنزلنا ذاك الوادي. بعدها بقليل ذهب رفيقي لبعض الوقت، وجلست وحدي في بطن الوادي وقد تأخر علي،
فأخذت أصيح بأعلى صوتي: منصور منصور، وكان الصدى يردد الصوت: منصور. فخفت خوفا شديدا، معتقدة أن هناك شخص أو قوة خفية أو كائنا ما يقلدني. ولكن عندما عاد منصور أخبرني أن هذا صدى الصوت، وفي الوادي يكون أقوى. تواصل حديثها فتقول المناضلة رمان صالح: في كسل نزلت في بيت المناضل محمد إسماعيل، وقد أكرمتني زوجته فاطمة، أي فاطمة حجي. بعدها بشهر ذهبت إلى الخرطوم، ونزلت مع مسؤول مكتب الجبهة محمد عمر يحيى. قابلت المناضل آدم جندفل والمناضل علي محمد صالح. وكان المناضل آدم قد استغرب وجودي وسألني: إيش جابك؟ فأخبرتهم برغبتي في الدراسة، فوافقوا وأرسلوا اسمي للمنحة. ولكن بعد انتظار شهرين أحسست بالملل، وقررت العودة إلى الميدان. وبعدها بفترة من ذهابي وصلت المنحة. سألتها الأستاذة سهير جندفل تقول: الآن وأنت في الخرطوم، وقد لاحظت حياة المدينة مقارنة بمعاناة الميدان، وأمامك فرصة للسفر والدراسة وتحقيق حلمك. كان يمكن أن تنتظري شهر أو 3 أو حتى 10. لماذا قررت العودة؟ وكيف وجدت الوضع هناك؟ في إجابتها قالت المناضلة رمان صالح: نعم، ذهبت إلى الخرطوم من أجل السفر وإكمال دراستي، ولكن عند تأخر المنحة بدأت أفكر في إخواني المناضلين الذين يتكبدون المشقة من أجل هذا البلد وما يعانونه في سبيل ذلك، بينما أنا في الخرطوم لا أفعل شيئا سوى الجلوس والانتظار. فبدأت أحاسب نفسي: فالوطن أمانة في أعناقنا، ويجب على الكل أن يتحمل المسؤولية. كيف أجلس هنا، أي في الخرطوم، وإخواني هناك في الميدان يواجهون الموت؟ لذا قررت العودة إلى الميدان. واستطردت تقول: عند عودتي لاحظت العدد الكبير من النساء اللاتي التحقن بالثورة، وكانت هناك معسكرات للتدريب لكل الفئات على الأسلحة الثقيلة مثل الدوشكا والهاون. هذا خاص بالرجال على أيدي مدربين سوريين. ثم هناك الأسلحة الخفيفة. اتجهت إلى معسكر الشهيد فدسوم، وكان من ضمنهم 14 امرأة من المرتفعات، فانضممت إليهن وأصبحنا 15 امرأة. وكانت مجموعتنا اسمها الشهيدة ألم مسفن. خضعنا لتدريب قاسي وشاق، في الصباح تدريب، ثم فترة الإفطار، ثم تدريب، وهكذا. وأذكر موقف مضحك حدث معنا. كان لدينا مدربين سوريين، وكان وضعهم خاص بالنسبة للأكل. كان لديهم مطبخ خاص وأكلات مختلفة، وكانوا يتواصلون معي لأني كنت الوحيدة التي تتحدث اللغة العربية ضمن تلك المجموعة. وكانوا يعطفون علي لصغر سني، يعطونني بعض الفواكه. وأذكر مرة أعطوني علبة أناناس، فأخذتها وذهبت، وفي الطريق فتحتها، شربت منها قليلا، ثم تذكرت زميلاتي 14 فذهبت بها إليهن. وكنا يفترشن أرض الوادي، وعندما شاهدنني من بعيد وأنا أحمل علبة الأناناس هجموا علي، التموا على العلبة مثل النمل. بعدها كل منا افترش الوادي. بعد انتهاء التدريب تساءلت إحداهن: ألم يتحدث معك السوريون اليوم؟ ألم يعطوك شيئا؟ وهكذا، وينفجر الجميع بالضحك. الموقف الثاني في نفس هذا المكان، وكان موقف خطير بالنسبة
للعلم كان يرفع في الصباح ويتم إنزاله في المساء. في هذا اليوم طلب منا رفع العلم، وعندما قمنا برفع العلم قال أحد الجنود، أي قام أحد الجنود بتصويب سلاحه نحونا، يعني معترض، ويقول: كيف يمكن للنساء رفع العلم؟ وقبل أن يفتح النار استطاع المناضلون إيقافه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم آنساتي سيداتي سادتي مع حلقة في برنامج متابعات، ونكمل ما بدأناه من حديث ومقابلة المناضلة الأستاذة رمانة صالح مع أدال 61، حيث أجرت معها الأستاذة سهير قندفل المقابلة. تسألها الأستاذة قندفل فتقول لها: سمعنا عن تململ وتذمر وصل للبعض إلى محاولة الانتحار، وهذا حدث غريب على مناضل خرج من أجل تحرير الوطن أو الموت دونه، كيف تفسرين ذلك؟ في إجابتها قالت: كما ذكرت كان الوضع من ناحية المعيشة صعبا جدا، ولك أن تتخيلي ثورة في حالة كر وفر، والإنسان معرض للموت في أي لحظة، لذا كان الأكل آخر اهتمامنا، كنا نأكل الموجود والمتوفر في لحظة الجوع. وفي حالة المكوث في المعسكر كان الأكل عبارة عن كوباية عدس في حلة موية كبيرة مع القراصة، وكان بعض الجنود يصطادون السلاحف، أما الماء لم يكن متوفرا، كنا نشرب أي ماء يصادفنا، وفي الليل نفترش الأرض الصلبة. الحياة لم تكن سهلة أبدا، وكان البعض وخاصة القادمين من المرتفعات وبعض الذين كانوا يعيشون عيشة هنية جاءوا معتقدين أن الجبهة بكل هذه الإنجازات سوف تنتصر وتتسلم البلد قريبا، ولكن طال عليهم الأمد فلم يتحملوا الوضع، وظهرت حالات هلوسة وتعب، وكذلك أصيب البعض بالتعب وبعضهم أصابته أمراض مختلفة. في سؤال آخر، بعض المشاكل التي واجهت الجبهة وألقت بظلالها على اتحاد المرأة، كيف كان الوضع بالنسبة للمرأة بشكل عام وبالنسبة لك بشكل خاص؟ الأستاذة رمانة تجيب: قبل ذلك حدث اللجوء، وذهبت الأسرة إلى كسلة، أي أسرتي، وما أن علمت بذلك حتى ذهبت لرؤيتهم ومكثت معهم شهرا تقريبا. بعدها قررت العودة إلى الميدان، ولكن الوالد رفض وأصر علي بالبقاء قائلا: يكفي ذاك، لقد عملت وقدمت، ولم يتركني أن أذهب إلا بعد أن وعدته بالعودة، أي التزمت بالعودة مرة أخرى إليهم من الميدان. وبعد 3 أشهر من تلك الزيارة رجعت من الميدان نهائيا. أما بالنسبة لاتحاد المرأة فأنا لم أكن أعمل معهن، كنت في الميدان، ثم أني كنت ضد موضوع حقوق المرأة وما شابه ذلك. من وجهة نظري إننا الآن في حالة حرب، يجب استعادة أراضينا أولا، وانتزاع حقوقنا وتثبيت الدولة، ومن أجل ذلك على الجميع، رجل كان أم امرأة، أن يعملوا جنبا إلى جنب حتى تتحقق الأهداف، بعدها يمكن النظر في الأمور الأخرى. في كلمتها الأخيرة قالت المناضلة رمانة صالح: بعد الميدان تطوعت مع الهلال الأحمر، وهذه التجربة علمتني، وأنا التي كنت أتحسر على أيام الميدان، أن الإنسان يمكن أن يخدم بلده من أي موقع، المهم أن تتوفر الرغبة والإرادة. أما بالنسبة للمرأة، أقول إنها جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن، كافحت مع والدها وأخوها وزوجها وابنها، وقدمت الكثير، فهي وطن إذا صلحت صلح الوطن. حب الوطن لا يعني حب الأرض فقط، بل حب الوطن بكافة أطيافه، ولا تنسوا الشهداء.
كانت هذه آخر كلمات قالتها الأستاذة المناضلة رمان صالح في مقابلتها مع الأستاذة سهير جندفل بمناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة أولا نسدي الشكر الجزيل للأستاذة المناضلة رمان صالح التي نقرأ لها لأول مرة وهي تتحدث إلى وسيلة إعلامية فيما نعتقد، ونتمنى أن تواصل حديثها إلى مواطنيها، فالوطن الذي ضحت من أجله بحاجة إلى إفاداتها وإشراقاتها. لهذا وذاك قدمنا المقابلة والشكر الموصول للأستاذة سهير جندفل على نجاحها في كسر الطوق الذي ضربته المناضلة رمانة على تاريخها، وآثرت الصمت في وقت يتحدث فيه زورا وتلفيقا حتى الغربان والخفافيش في الشأن العام. شكرا مجددا لهما ولها أي المرأة الإريترية في عيدها العالمي. تحياتي لكم سيداتي سادتي، في التقديم أحمد شريف، مقرونة بتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. صدور كتاب جديد حول صحافة المنفى الأفريقية يتناول واقع الصحافة في إريتريا. صدر عن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية كتاب يتناول تجربة الصحافة الإريترية في المنفى بسبب الاستبداد السياسي تحت عنوان المطاردون، الصحافة الأفريقية في المنفى. ويحكي في الكتاب 16 صحفيا من عدة دول أفريقية ومن ضمنها إريتريا تجربة العمل الصحفي في بلدانهم وتجربة العمل الصحفي في المنفى. ويتناول فتحي عثمان في أحد فصول الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية واقع الصحافة الإريترية اليوم في أكثر الدول الأفريقية مطاردة للصحفيين، مع تناول لتجربته الشخصية في العمل الإعلامي داخل البلاد وتجربة إذاعة إرينا الدولية التي استمرت 10 سنوات. الحكومة الليبية الجديدة تحظى بثقة البرلمان. سوت البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة والتي تحظى بدعم دولي واسع. وفي أول سابقة حصلت السيدة نجلاء المنقوش على منصب وزير خارجية كأول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها. السودان والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون استثماري فوري. في ختام الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك للمملكة العربية السعودية، أطلق البلدان مبادرة تعاون استثماري فوري. أوكل الجانبان لكل من محافظ بنك السودان ومدير وكالة النقد السعودي بالعمل على تنفيذها، ولم تكشف وسائل الإعلام عن تفاصيل هذه المبادرة الثنائية المشتركة. كان هذا مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في برامج أخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.